اقول لكم حاجه عن الوكاله انتوا ما تعرفوهوش. نسيوا يحطوا المخلل. انا جيت. عارفين الساعه كام؟ 4 الفجر. مفروض ان انا نازله مشوار الساعه 6 الصبح، وانا مطبقه من امبارح، فخايفه انام يجي عليا نومه، فلبست وتصور فيديو واحكي معاكم شويه حاجات كده. يعني عشان مصلحتي في الاخر، عشان ما يجيش عليا نوم، عشان لو جه عليا نوم انا هزعل قوي. ندردش مع بعض كده، اكيد مش لحد الساعه 6. عارفه شكلي مش حلوه هنا ليه؟ مع اني في الحقيقه انا شايفه نفسي قمر. يعني انا ببص في المرايه بقول ايه الجمال والحلاوه دي، مش باين عليا خالص. انا مطبقه، حطيت ايلاينر ولابسه الطرحه المفضله. استحملوني. انا بشتري هدوم ساعات من البالة وساعات جديده، وديكورات للبيت بالة وجديده برضه. فقررت ان انا اعمل قناه واسميها ساره السيد، واقول لكم انا بشتري الحاجات دي منين وفين وبكام. وساعات بعمل يعني فلوج كده بسيطه. انا ما نمتش ها. فلو انتي عجبك محتواي اعملي لايك واشتراك، ولو ما عجبكيش كأنك ما شفتنيش. بصوا معلش عشان ده مكوى. فالمكوى دي انا لسه محطهاش على شماعات. ف بص. استنوا بس احكي لكم مصيبه انا كنت عاملها دلوقتي. طبعا انا ما نمتش فمخي واقف، يعني انا ماشيه بستر ربنا. كنت بكوي من شويه الهدوم دي، كنت حاطه ترويزه المكوى كده والمكوى فوقيها، وانا كاويه من الساعه 10 من 12 بالليل مثلا، والساعه دلوقتي الساعه 5 الفجر، يعني صليت الفجر دلوقتي. المهم بقى ان انا بشوف تفكير، اقول ايه يمكن المكوه دي لسه سخنه، هحطها في الدولاب فهتحرق الهدوم اللي جوايا. انا بفكر برضو، فانا اجربها اعرف ان هي سخنه ولا لا، حابه احطها على وشي. هي طبعا هي ساقعه، بس انتوا شايفين ان انا المصيبه. يعني افرض مثلا دي سخنه، ايه يعني انا استفدت ايه لما اعمل كده على وشي؟ والله وشي يعني مش حتى اعمل صبعي كده ان انا لو اتلسعت وشي. فربنا يستر عليا بقيه اليوم. تعالوا بقى نخش في المهم. هنقعد نهزر. الطرحه دي مش معدوله صح؟ الزرنه دي مش معدوله، مش عاجباني. المهم بقى نخش في المهم. في ناس كتيره قالوا لي يا ساره اعملي سكريبت وامشي عليه. انا مش بتاعتي سكريبت خالص. يعني انا ما اعرفش اشوف ورقه واقرا انا بقول اللي على قلبي، اللي على قلبي على لساني، اللي في قلبي على لساني. ده انا كنت بعمل اذاعه المدرسه. كان المديره تمسك الورقه بقى ان انا المفروض اقول اللي في الاذاعه واقدم والتقديم والكلام ده. كنت امسك الورقه انسى عقلي، اتوتر عقلي. كانت المديره تاخد بالها ان انا لما بمسكش ورقه انا ما بتوترش وبقول نفس الكلام بس اختلافات كلمات بسيطه. فهي تاني اذاعه قالت لي بصي يا ساره، طبعا انا كنت ماسكه اذاعه المدرسه وده شرف ليا. ما اعرفش هما كانوا ليه بيبقوا عليا، يعني كنت بعمل مشاكل بس هما بيبقوا عليا ليه انا مش عارفه، بس الحمد لله دي حاجه كويسه. المهم المديره قالت لي ما تمسكيش ورقه خلاص، بس ما تغلطيش، واهم حاجه ما تشتميش. لو اعمل سكريبت وامشي عليه انا ما برتاحش، بحس ان ده مش انا، ده مش ساره. انا بحب اقول اللي بيجي في دماغي. ساعات بقول كلام حلو قوي وساعات بخرف. فانا لو خرفت همسح التخريف، لكن انا لو انتوا لقيتوني بقول ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير. ان انا بقى ايه بقى بعيد، ده مش انا بصراحه، ده مش انا. فانا بتكلم معاكم كاني زي اختكم، او لو انتوا صغيرين انا عيل صغيره زي امكم، او لو انتوا كبار قوي زي بنتكم. فاهمين؟ فاللي هو انا ليه اعمل سكريبت؟ يجيلي تعليقات كتيره على بارد بورسعيد والوكاله. وانا مش عايزه اقول لكم ان بلد بورسعيد دي اتهدت. فانا مش هينفع امسح الفيديو عشان ده بالنسبه لي ذكريات. فانا هتكلم معاكم النهارده. يا بلد بورسعيد دي اتنقلت فين؟ بورسعيد اتنقلت عند سوق السمك الجديد. زي هتلاقيها صف كبير قوي، ازاز بلوري كده فرشين برضو. اغلبهم بقى بيبيع بالكيلو. انا كنت شاريه قبل كده انتيكات من مخزن كبير جدا. انا لقيته نقل في المكان ده، يعني عرفت من الفيديوهات، انا ما روحتش من ساعه ما البلد هدت. و عايزه اقول لكم ان هي البلة موجوده بس بيبيعوا بالكيلو. وساعات الاسعار بتبقى غاليه مش زي الاسعار اللي انا كنت بوريها لكم. وانا خلاص مش هقول اسعار تاني انا بشتريها. اللي هشتريه هحاول ما اقولش اسعاره، عشان احنا دلوقتي في زمن النهارده الطماطم ب5 جنيه، بكره ب25 جنيه. فانا كده الفيديو، افرض واحده شافت الفيديو بتاعي بعد سنه هتروح تقول ايه ده، دي البلوزه كانت ب5 جنيه وهي دلوقتي في الزمن اتغير. فانا هحاول ما اقولش اسعار
علشان ما تبقيش عامله حسابك ان انت معاكي 50 جنيه تروحي تشتري 5 بوكسات. مش هينفع. طيب دي بالنسبه انا مش عارفه بصي هنا ولا هنا. دي بالنسبه لبلد بورسعيد. نتكلم بقى على الوكاله. انا اشتريت منها حاجات قبل كده غير الهدوم، وصورت فيديو، بس الفيديو طلع من غير صوت، وكنت انا خلاص المنبه بيرن بيديني انذار ان انا المفروض انزل، فانا هتكلم معاكم. الصبح لسه ما طلعش اصلا، ادعوا لي. المهم نتكلم نرجع. صورت الفيديو ده وانا كنت لسه شاريه الحاجات ولسه ما استخدمتهاش، والفيديو طلع من غير صوت، فطبعا اترمى في الزباله، مسحته، ومن ساعتها ما صورتش الحاجه. فقلت النهارده اوريكم الحاجات اللي انا كنت شارياها من الوكاله غير الهدوم، وهقول لكم الحاجات دي بتتباع امتى وفين وكام وكده. بصوا، هي حاجات غريبه، هي حاجات غريبه قوي، بس يعني هتعجبكم او مش هتعجبكم. بص، دي اول حاجه شكمجيه، طبعا خشبها عايز يتظبط، انا كنت المفروض اظبطه، بس انا يعني فيها عيوب، فيها عيوب. بصوا، بس انا عجبني القفل، حسيت ان القفل شكله حلو قوي. وبصوا بقى، ده اللي عجبني. بصوا التفاصيل دي عجبتني، مش عارفه دي ماتيريال ايه، مش عارفه، كأنها اسمنت بس هي مش اسمنت. انا حطيت فيها حاجتي، طبعا انا نضفتها جامد، هي كانت لونها اسود خالص من هنا، نضفتها جامد وحطيت فيها الاكسسوارات بتاعتي، عملتها كأنها شكمجيه. تمام. ولسه عايزه اصلح فيها، يعني انا عايزه اصلح فيها، بس انا دلوقتي مكسله، المفروض ان هي تتصنفر، وعايزاها تدي لون الخشب الطبيعي، انا مش عايزه ادهنها، عايزه عشان ما انساش شكلها وانا شاريها بيه. انا لما بشتري حاجه ما بحبش اغير من شكلها قوي. طيب بصوا بقى، دي انا مش فاكره كانت بكام، بس هي كانت معديه 50 جنيه. انا قلت مش هقول اسعار، ما علينا. سيتم وقوف تسجيل. جالي تليفون، نكمل بقى. بصوا بقى جبت ايه، تاتا. دي تخيلوا دي ايه، انا لفتره كده ثانيه قولوا دي ايه. شاطره، دي حماله مناديل. بصوا، دي حماله مناديل اهي، تحط فيها مناديل في المطبخ او في الحمام. دي انا فاكره سعرها قوي، عشان هي الست قالت لي 30 جنيه، وانا كنت خلصت فلوسي كلها على اللبس، اشتريت كميه لبس رهيبه، وما كانش معايا في جيبي غير 10 جنيه. قلت لها ب7 جنيه، قالت لي اشمعنى 7 جنيه، دي هي استغربت اصلا اشمعنى 7 جنيه. قلت لها عشان في 3 جنيه هركب بيهم ميكروباص، يعني حتى مفيش فلوس ان انا اركب تاكسي او اي حاجه، هو ميكروباص وهمشي مشوار محترم. انا فجاه ما لقيتش في جيبي غير 10 جنيه، واديت لها 10 جنيه وقلت لها دي 3 جنيه باقي. هي الست بصت لي استغربت، وطبعا مفيش فصال من 30 جنيه ل 7 جنيه، ايه الرقم الغريب ده. بس انا يعني انا كنت واخده منها الشكمجيه دي، وقلت لها انا ما فصلتش معاكي فيها خالص، فانا عايزاها وهي في الوكاله لقط، يعني انت لو انا سبتها انا تاني اسبوع هروح طبعا مش هلاقيها، فانا جبتها حلوه جدا، شغل هاند ميد، وانا لسه ما استخدمتهاش بجد، يعني انا لسه ما غسلتهاش واستخدمتها لسه. طيب الحاجات دي منين يا ساره؟ دي منين يا ساره؟ انت لو دخلت من عند البنك الاهلي عند الكنيسه، هتلاقي في ناس فرشه بتبيع حاجات انتيكات، وتبيع العاب اطفال والكلام ده، هي الحاجات دي منهم، يعني من عند الكورنيش، مش من عند زكي السماك. زكي السماك من شهور فاتت كان في ناس بتفرش برضو، كنت بشتري منهم حاجات ووريتها لكم قبل كده، اطباق وفازات وحاجات، بس الناس دي مشيت ما بقتش موجوده. وفي واحد فتح تحت الكوبري بيبيع حاجات، بس انا لاحظت ان انا رحت له كذا مره ما اشتريتش منه كوبايه، لان الحاجات غاليه جدا. قدام زكي السماك على طول تحت الكوبري، هو فتح محل، هو يعتبر محل تحت الكوبري، بيفتح بقى طول ايام الاسبوع مش يوم الاحد بس، يعني الحاجات دي انا بجيبها يوم الاحد بس، يوم الاحد بتبقى في ناس فرشه على الارض من الساعه 10 الصبح مثلا او 9 الصبح 8 الصبح لحد 3 العصر، وده اسمه سوق الحد، انا كنت بروح وبحبه قوي. بصوا بقى، لكن دلوقتي هو الراجل ده موجود مقيم هناك، يعني بيفتح على طول، بس انا ما عجبنيش حاجته، علشان حاجته غاليه قوي مبالغ فيها، اعتقد عشان هو بقى الوحيد اللي هناك طول الاسبوع، بس ده مش مبرر يعني. فانا برضو قلت لكم عليه علشان لو انتوا بتحبوا اللي يضحك عليكم، يعني ممكن تروحوا للراجل ده. تمام. بس ده على منصه تانية، قالوا ان هم اتسرقوا في الوكاله. انا كذا مره قلت يا جماعه اللي يخرج في الوكاله يبقى في حاجات معينه يظبطها، عامله فيديو اصلا بخصوص الموضوع ده، قلت فيه ان انتوا تلبسوا شنطه على كتفكم كده وتبقى الفلوس هنا عشان الحرامي
مش هي هو مش بيبقى حرامي، هو اغلبيتها بيبقى حراميه، بيبقوا ستات. وعلى فكره الستات دول ما بيسرقوش الزباين بس، هم بيسرقوا اصلا اصحاب الفرشه. يعني انا قبل كده كنت واقفه على فرشه محافظ وسلاسل، لقيت واحده نقت ست سبع محافظ ومشيت، واجدت محافظ، والست خدت بالها طلعت تجري وراها وقفشتها، واكتشفت ان هي سرق منها عدد كبير، ومحافظ بقى جديده، يعني يا ريت محافظ قديمه، لا ده هي بتنقي بتأني، يعني حراميه وذكيه الاثنين في بعض. فهم انا كذا مره قلت لكم خلوا بالكم من حاجاتكم وخليكم فايقين، هم بيخلونا ملخومين في الاسعار والزحمه وبتاع، يقوموا داخلين علينا يسرقونا ما نعرفش منين. فانا كذا مره اقول البسوا حاجات مريحه، خدوا مزوره وتكونوا قايسين هدومكم وتقيسوا على الحاجات اللي بتعجبكم، عشان في اماكن كتيره ما فيهاش مقاسات. قلت لكم تلبسوا شنطه عامله كده كروس، وتاخدوا مثلا شنطه باج تحطوا فيها الهدوم. قلت لكم تاخدوا حاجات ميه او حاجاتكم تشربوها عشان الدنيا تبقى حر. كل ده انا قلته. انت بقى رايحه حاسه انت رايحه مول مصر، ده بقى انا مش عارفه اقول لك ايه، مش بهزر، مش عارفه. فانا مامتي كانت هتتسرق قبل كده، واتنين حراميه اتكوشوا عليها، وماما ما كانتش واخده بالها خالص ان هي هتتسرق، كانت فاكره ان الست طمعانه في الجلابيه اللي هي ماسكاها ولا البلوزه، وهي اصلا الست بتاخدها عدى عليها عشان واحد او انا خدت بالي، قلت لماما يلا يلا جالي مش عايزه اخليهم ياخدوا بالهم ان انا خدت بالي دول حراميه. ومشيت ماما بسرعه، ماما تقول لي في ايه مش عارف ايه، قلت لها ماما يعني قالت كويس ان انا واخده بالي، هي كانت الست ما تعرفش ان انا تبعها، عشان كنت واقفه في اخر الاستاند ومامتي في اول الاستاند. انا شفت كتير، شفت ناس اتسرقت وبتعيط، في ناس اتسرقت موبايلاتها. فاللي يروح الوكاله يبقى مركز، ويا ريت تبقي رايحه بلبس عادي خالص، ولا اكسسوارات في ايديكي ولا اي حاجه، لبس عادي خالص. انت رايحه يعني انت رايحه جوله كده عفويه، هتتبهدلي فيها شويه بس هتتبسطي في الاخر، ما هتتبهدلي بقى وما تتبسطيش دي بقى مشكله كبيره. فنحاول ناخد بالنا علشان يعني انا بتضايق اول لما بسمع ان حد بيتسرق، وربنا يبعد عننا الحراميه واولاد الحرام. عارفين انا نفسي اكل سندوتشات فول وطعميه قوي ومخلل، وهعمل كوبايه شاي دلوقتي. انا كنت ممكن اعمل كوبايه شاي عشان افوق، بس انا خايفه اتعب عشان الشاي بدا يحرق لي معدتي. فانا نفسي اكل سندوتشات فول وطعميه ومخلل وكوبايه شاي، انا كده الحمد لله. فتعالوا بقى ننزل عشان انا اتاخرت قوي على المشوار بتاعي، الصبح طلع الحمد لله. واحاول اعمل لكم فلوج كده في البلد وهي فاضيه قبل الازدحام وقبل الهيلمانات اللي بتحصل. باي باي دلوقتي. الاستهبال ده بقى نسيوا يحطوا المخلل. اعمل انا ايه بقى؟ عملت كوبايه الشاي اهو، هفطر بقى عشان انا هبط، وكده يكون اليوم انتهى، هاكل وهنام. يلا باي باي.